انا رينا سليمان من شركه يرهم للخدمات العقاريه. في الحقيقه استوقفني كده كومنت كاتبه متابع على فيلا انا عامله لها فيديو 11 دقيقه. الفيديو ده موجه لي يعني، فكاتب لي بيقول لي رينا هو الفيلا انتي مصوراها في 11 دقيقه، وكاتب لي حاجه تانية انتي بتتكلمي كتير قوي، وكاتب لي حاجه تالته انه انتي بتقولي ان انتي بتصوري الحاجات اللي عجباكي واحنا مالنا، المفروض تصوري اللي الناس عايزاه. طيب مبدئيا الفيلا اللي حضرتك هتتفرج عليها او اي حد هيتفرج عليها هيتفرج عليها في وقت قد ايه؟ بالعكس انا اختصرت، لان اللي بيتفرج على فيلا 500 متر وما بيني 300 وشويه فهو بيشوف كل كورنر في الفيلا، خصوصا لما تكون الفيلا دي بملايين او بالدولار. ده رقم واحد، لازم يعرف انا بدفع الفلوس دي ليه. فانا بقدم له جزء من الواقع، في باقي الواقع ان هو يجي يتفرج على الكومباوند ويشوف الصيانه والخدمات والكلاب هاوس وحاجات كتير جدا بعيده كل البعد عن وجهه نظر حضرتك. اوكي طيب، وبعدين كاتب لي انت بتتكلمي كتير. طب ما هو طبيعي، هو انا هعمل فيديو صامت؟ يعني هل انا مثلا بعمل رسومات متحركه؟ انا بقدم كومباوند يا فندم، كومباوند بيتباع بملايين. حضرتك عارف يعني ايه ملايين؟ يعني المتابع او المشتري لازم يفهم هو بيدفع الفلوس دي ليه. انا النهارده بدفعها ليه؟ بدفعها سعر امام قيمه. ايه القيمه؟ القيمه دي تحتها مشتملات بقى كتير قوي بعيده كل البعد عن فكره حضرتك. المهم انت مش عايز تسمع الكلام، طب ما تقفل الصوت، وانا مش مهتمه انك تسمعني. يعني ممكن تعمل الصوت تقفله خالص وانا مش هزعل، مش هعرف، مش مهتمه ان اعرف. الحاجه الثالثه، انت بتصوري اللي عاجبك. طبعا انا بمارس هوايتي في الفيديوهات، يعني انا بعمل فيديوهات غير مدفوعه الاجر. لا الشركه اللي انا شغاله فيها بتقول لي اعمليها، لا انا اللي بعمل كده وبدفع على ده وقت، مجهود، طاقه. ف انا بقدم الحاجه اللي بحبها ليه؟ لان انا بروكر. حضرتك برضو بعيد كل البعد عن الكلام ده، مش عارف ان في مثلا 150 كومباوند داخل التجمع والقاهره الجديده عامه يعني. ف صلاه عشان انت بعيد كل البعد مش عارف ان المفروض المستشار العقاري او البروكر او السمسار، مش هتفرق معاك المسميات قوي يعني، المفروض ان هو يقدم لمتابع القناه بتاعته الحاجه اللي عاجباه وبيحبها، مش اي تقديم وخلاص. لازم اكون دارسه الكومباوند كويس، مقتنعه بيه 300% علشان اقدر ان انا اقدم للعميل حاجه تهمه وتفيده. وحاجه كمان، ان مش كل الناس اللي بتتابعني زيك عايشين في مصر، في ناس عايشه كتير بره مصر، كتير 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 كتير، وهم عملائي على فكره بالمناسبه ومتابعيني. ممكن تبص على السبسكرايب عندي هتعرف ان انت عندك مثلا 1000 بني ادم بيسمعني يوميا. انت كام حد بيسمعك؟ معرفش بصراحه، ولكن انا مهتمه بالعملاء بتاعتي اللي بتحبني واللي بتسمعني ولما بختفي عنها. لو انت دورت كده في فيديوهات هتلاقيهم بيبعتوا لي رينا انت مختفيه ليه؟ رينا انت ليه مش بتصوري؟ بيبعتوا لي على الواتساب. فيمكن انا مش مهتمه اعرف انت مين، بس لو انا بتكلم كتير ما تسمعش الفيديو وريح دماغك. باي باي.